هيتناقش معاكم، هيعرفكم بنفسه ان شاء الله، هيتناقش معاكم في اي اسئله انتوا عايزين تسالوها ان شاء الله هيكون معاكم. اتفضل يا محمد. السلام عليكم. معلش انا متاسف جدا على التاخير، غصب عني انا جاي لكم مبسوط على هنا. الحمد لله على السلامه. بعرفكم بنفسي الاول. محمود عبد الشافي، انا من اسيوط، خريج كليه حقوق دفعه 2008. شغال في مجال العقارات من سنه 2008 برضه مجرد ما اتخرجت. كل المبادره اللي انتم شفتوها دي يعني تقدروا تقولوا ايه، يعني الخلاصه في شويه المعلومات اللي احنا اتعلمناهم في خلال ال7 سنين دول. ليه اتكلمنا في بيتك بايدك؟ بيتك بايدك معظم تجار العقارات او المستثمرين تقريبا 90% من مكسبهم بيعتمد على ان المجال اصلا مبهم. يعني بمعنى ان هو اصلا هو مخبي عنك معلومه، انت مش عارف تكلفه العقار، مش عارف سعر الارض اشتراها كام، مش عارف تكلفه المصنعيات، مش عارف ان هي بالنسبه لك الشقه اللي بتشتريها هي خلاص مره واحده في حياتك وخلاص. فهو بيعتمد انت بالنسبه لك، انت تعتبر بالنسبه له رقم في 100 شقه، فانت بالنسبه لك بقى دفعت 10% زياده قدام الشقه، دفعت 20%، دفعت 30%، هو ما بيفرقش معاه. اي مستثمر زي ما شفتوا مش بيدخل في مشروع الا اذا كان مكسبه على الاقل 200%. المشروع بدا ازاي؟ احنا في الاول انا كنت احد الشباب اللي بيدور على شقه. لقيت ان كل السمسار من امن الشارع بيحط رقم. بغض النظر انا ماليش دعوه هو ازاي، انت عاجبك او مش عاجبك، هو ده سعر الشقه. ممكن الشقه دي ب 100,000 اللي جنبها ب 120,000، ليه؟ مالكش انك تسال. هي عارفاك تشتري شقه. كونا مجموعه. المجموعه دي كانت عارف حوالي تقريبا 12 شخص. كل واحد تقريبا كان معاه 100,000. 100,000 انا في محافظتي زي اسيوط تقريبا ما بتعملش حاجه بمعنى الكلمه يعني. اقل شقه عندنا في اسيوط بتعدى 300-400,000 دي في مكان شعبي يعني. رحنا منطقه تحت المتوسطه كده تقريبا، لقينا حته ارض ب 600,000 اشتريناها. بنينا المبنى بباقي المبلغ، لقينا ثمن الشقه تقريبا وقع علينا بحوالي 75,000. الشقه في نفس المكان كان طبعا من فتره يعني كان من سنين، طبعا في الاسعار دي زادت دلوقتي. لقينا سعر الشقه في ساعتها لو انا كنت حبيت اشتريها كانت حوالي 150,000. احنا بنتكلم في فرق حوالي 80-90% من اجمالي الثمن التكلفه يعني. تاجر العقارات ده او المستثمر ايا كان، هنحط التجار او المستثمرين نحطهم في خانه واحده يعني. اتعرض ضرر راس المال مش زينا يعني انت بالنسبه لك الشقه خدتها النهارده 100,000، ممكن بالنسبه لك استثمار كان هي تزيد بعد سنتين او بعد سنه وتبيعها ب 120-130,000. لا هو مش كده خالص. هو عنده مشروع بالنسبه له حتى لو انت شايفه 4 سنين او 5 سنين شايفه كتفصيل، لا هو بالنسبه له مشروع بياخد 6 شهور. ولازم 6 شهور تكون جابت 300%-400%، لان هو كان زي ما احنا قلنا زي ما شفتوا المبادره كان مكانهم في بنك اريان ورايح هناك. 6 شهور ازاي يعني المشروع 5 سنين؟ هو بيعتمد على ان هو التسويق، هو يكفيه مجرد انه باع او مضى تعاقدات، كل واحد دفع مثلا مقدم 20-25% من الشقه، هو باعهم في اول 6 شهور. هياخد المقدمات وبيتحرك في حته ثانيه. هو مش مرتبط بال4-5 سنين بتاعتك، عشان زي ما قلت لك انت بالنسبه لك الشقه هي مجرد شقه. هو بالنسبه له انت رقم في اكثر من مشروع. بيتك بايدك احنا عملناها علشان كل مجموعه هنكون مجموعات ان شاء الله يعني. طبعا المجموعه زي ما احنا قلنا لازم تبقى متناسقه وفي مستوى اجتماعي برضه قريبين من بعض، وكمان في نفس التكلفه يعني او في نفس الامكانيات. يعني مش منطقي برضه حد يجي يقول لي انا عايز شقه انا معايا 200,000 وهسكن في التجمع، ما اكيد برضه مش هتيجي. بس انا ممكن الشقه اللي انت شايفها في التجمع دي بمليون، انت بيتك بايدك هتقع عليك 500 و600. والشقه اللي في فيصل ب 200 و150 هتقع عليك بيتك بايدك ب 80. عشان ايه؟ عشان زي ما احنا قلنا احنا وفرنا مكسب التاجر والمستثمر. الفكره مش مرتبطه بمكان معين، احنا قلنا اسيوط دي مجرد مثال عشان احنا طبقناه. احنا طبقناه مره اكثر من 10 مرات. يعني احنا الناس حاليا دلوقتي احنا بدانا نطلع كمان من اسيوط عشان دلوقتي كله يعني كتجار عقارات احنا داخلين معاهم في مشاكل بالفعل. لان هو دلوقتي هو بالنسبه له يعني المعتمد عليه من سنين
كام ولا هتصرف عليك كام، هو ده اللي بيعتمد عليه في مكسبه. هو مش يعني بالنسبه له دي حتى لو انت عارف تكلفه المهندس بس انت مش عارف تكلفه النقاش، وحتى لو عارف تكلفه النقاش مش عارف تكلفه الاسمنت، وحتى لو انت عارف كل دول مش عارف تكلفه الارض هو اشتراها كام، وهكذا. طبعا انا مش عارف بالنسبه لكم بيتك بايدك في حاجه ان شاء الله يعني ما تكونش حاجه مهمه في الفكره نفسها يعني. احنا هنا انا جاي على بعد ان انتوا فهمتوا الفكره. جاي على عايزين ننفذ حاجه، عايزين ننسق حاجه. احنا هنا عايزين يعني لو حد عنده بالفعل امكانيات معينه او نفسه يسكن في مكان معين، لو هو عارف يجمع شخصين ثلاثه هو احنا هنحاول ننسقه فقط، احنا مش عايزين حاجه. اولا احنا مش عاملين الكلام ده عشان خاطر حاجه، انا مش هكذب عليكم، انا ليا شغل اللي شغال فيه. انا مش هتاثر بيكم، انا كل اللي هعمله ان انا بنسقكم انتوا مع بعض. الفكره دي اصلا مجرد عرض الفيديو، انا اعتقد ان الفيديو شارح نفسه بنسبه 100%، مش عارف في اي موضوع انا هنا موجود عشان لو 10% انتوا مش فاهمين اشرح لكم. لكن الفيديو ده اللي في ناس خدته وطبقته مع نفسهم من غير ما يتصلوا بيا. انا عرفت بعدين ان هم اشتروا الارض واشتروا ارضهم، فانا زي ما قلت لكم انا مش مستني حاجه منكم ولا مستني مثلا اي اتعاب ولا اي حاجه. انا هنا عشان اشرح الفكره اكتر واحطها لكم على واقع التنفيذ. للي مش فاهم طبعا. هنرشح ان شاء الله مجموعه او هنرشح ان شاء الله يعني شخص في كل منطقه يحاول ينسق مجموعه مع بعض. طبعا يعني انا مش عايز برضه يبقى كله اعتماده على الشخص ده في ان هو جاي وانا معايا انت، لا انا عايز حد يتحرك. يعني انت عشان تطمن ليك انت، فانت لو جبتك انت واخوك واصحابك وزميلك في الشغل، فانت محتاج 3 مثلا تاني. انا اعرف اوصل لك ده، يعني انا اعرف احطك في ال3 التانيين، لكن لو كله جاي لي على الفريق كله انا طبعا صعب لان احنا يعني نشيل مسؤوليه كبيره زي دي، انا مش هنقدر عليها. هيوصل ازاي الموضوع ده مش ودي، يعني مش مجرد ان احنا خلاص كونا مجموعه يا جماعه كل واحد معاه 100000 وهنشتغل. الموضوع ده ليه شكل قانوني اللي هو اتحاد الولايات. تقدروا انتوا مع نفسكم يعني من غير ما ترجعوا لي تكون المجموعه دي وتروح تشهر اتحاد الولايات ده في الحي اللي انت فيه. لو كنت تبع حي الجيزه، لو كنت تبع ايا كان ايه، انت تقدر تروح واحنا معانا احنا 10 اشخاص ورشحنا الشخص ده مننا بحيث ان انتوا تضمنوا حقوقكم بعض حتى لو واثقين في بعض. بس طبعا اللي بيشتري طبعا زي ما قلنا بيشتري اولاده يعني مش بيشتري نفسه بس. فيعني اننا ان احنا هنكتب عقود بيننا وبين بعض وهتكتبوا عقود بيننا مش معناه انتوا مخولين بعض ولا حاجه، بس هي العقود لازم تحفظ يعني. الارض بتتباع ازاي؟ عشان خاطر الناس هتكلمني قال لي الارض دي احنا عرفنا مين هيشتري الارض وهتكتب باسم مين. مفيش اي مانع قانوني تتكتب ب10 يعني ده مفيش مانع كبير خالص يعني. في طريق تاني بس عشان هم ممكن يدخلوا في قصه الضرايب والى اخره، يعني الناس مش عايزه يعني هو داخل عشان يوفر، مش معقول يدخل في شكل شركه، فالشركه طبعا ما بتاخدش اعفاء ضريبي والى اخره، فممكن لو كلمه 10 اشخاص عقد داعي على كل واحد فيهم ضرايب فهتلاقي الموضوع كبير. بيعملوا حاجه ثانيه لو هم واثقين في بعض طبعا بيكتبوا العقد باسم شخص اللي هم واثقين فيه زي ما قلنا اللي هو رشحناه كأمور اتحاد، والشخص ده بعقود ما بينهم وبين بعض بيبيع كل واحد نصيب. انا اشتريت الارض باسمي، حطيته وودعت الفلوس واشتريتوها مع بعض، في نفس وقت توقيع شراء الارض هو بيوقع عقود البيع لكل واحد نصيبه. كده طبعا بيبقى متفق عليه قبل. ساعتها انتوا اتعاملتوا معامله فرد هو اللي يعرف يمشي في ترخيص اسمه، لان طبعا انت صعب دلوقتي انت لو كتبت الارض باسم 10 هتلاقي مواجهه مين هيروح يرخص؟ مين هيروح يتحرك؟ هتلاقي في مشاكل بعد كده في الاجراءات مش في شراء الارض نفسه. طبعا احنا هنا في ناس طبقت الكلام ده وهي مش مرتبطه برخصه. يعني طبقته في ارض كردون مدينه مش يعني ما اهتمش بموضوع الترخيص او كده. انا بغض النظر عن امر واقع انا طبعا انا ضد ده. انا كشخص ضد ده، لان هتيجي نقول الامر واقع ايه؟ الامر واقع مطبق. وللاسف يعني للاسف في الاحياء او المجالس المحليه انك تمشي مخالف اسرع بكثير من انك تمشي مرخص. يعني انت بتدفع تكلفه المخالف ارخص بكثير، هو تقريبا سعر معدات الكهرباء بقى مصعب. الموظف اللي بيخلص معروف مين، بقى اسرع بكثير. يعني الداخل عايز يستثمر ده تروح للمخالف وده يدخل كهرباء وده يدخل كهرباء، ده يدخل ميه وده يدخل ميه، ده يدخل ده. احنا طبعا هنروح للرخصه ليه؟ هنروح للرخصه دايما عشان احنا بنشتري هنا ولاولادنا. عشان الموضوع برضه زي ما قلت لكم يصاب بشكل قانوني نعرف ازاي. لكن انت طبعا من اول مخالف هتلاقي مشاكل فيما بعد. المخالفات دي مثلا بدل المخالفات ده بتاع المبنى ده ملوش معيار معروف يقيس عليه. يعني ممكن مبنى يجي ب 100000
مخالفات، ممكن مبنى يجي عليه مخالفات بالمليون، للاسف على حسب ما تعرف تمشي. طبعا ده يعني بقول لك ده غلط، انا مش معاها، بس للاسف في الامر الواقع الناس مشيت بكده. انا بقول لكم ده ليه؟ عشان دي مشاكل اللي واجهت الناس. جه الموضوع بص في الاخر على كده، لا المخالفات زادت، طب احنا ما كناش عاملين حسابنا على التكلفه دي. عشان كده احنا بنقول احنا ندور على مكان مرخص من دلوقتي عشان ما تتفاجئش بعدين باي التزامات عليك ثانيه ماديه، يعني ايا كانت الالتزامات دي، سواء في شكل المخالفات، في شكل ادخال المرافق، في شكل كده، فخلينا ماشيين من الاول صح عشان الموضوع يكمل صح. انا زي ما قلت لكم، انا هنا مستني بقى انا مستني ارائكم انتوا عايزين تفهموا ايه في الفكره. لو فكره مش هتحققوا هقول لكم طبعا في اخر ان شاء الله الورشه دي هتطبقوا ازاي مع بعض، يعني هتطلعوا النتيجه بحيث انت عرفت في منطقه معينه دي انت ممكن تاخد فيها عن طريق فلان الفلاني، ونجمع بعض وتشتغل. انا مرشد فقط، انا ماليش حق اخد اي افعال، ماليش حق غير ان انا زي ما قلت لكم اللي عايزني ارشده على حاجه انا هرشده. انا شغلي بره مجال الخاص، وارد ادخل في معاكم، يعني لو حد عايز يطمن لمجرد الموضوع ابقى شريك معاكم في المبادره، ادفع زي اي حد، اكتر من كده مفيش. في ناس برضه بتسال عشان موضوع المأمور ده اكيد هيفضل وقت، فهيبقى ما بينه وما بين انه مظلوم وبين انه ازاي يعني برضه يعني هيحاكم في كل حاجه. لا هو احنا زي ما قلت احنا ممكن نصاغ الموضوع بشكل افعال. لو انتوا رشحتوا 10 مع بعض اللي هيفضل المشروع لانه هيتابعه وهو يتحمل مسؤوليته، ممكن تتفقوا على افعال. طبعا الافعال دي ممكن تبقى 5% من المشروع اتفاقيه تماما، ممكن تبقى من غير. بس انا بقى الشرط الاساسي بالنسبه لي ان لازم يكون حد من جواكم. يعني ما ينفعش تعمل ده لانه عايزين حد يهتم بالمبنى، احنا اصلا عاملين الكلام ده عشان نتاكد تماما ان المبنى ده مبني صح، ماشيين في الاجراءات صح. مش معقول هتجيب واحد من بره يعمل لنا الكلام ده. ممكن تدي مقاولات لشركه مقاولات، ما فيش مشاكل. يعني احنا مش مشكلتنا دايما، احنا اصلا مش مشكلتنا تكلفه المقاولات على فكره. تكلفه المقاولات ثابته. هتلاقي متوسط سعر المتر تقريبا مباني حاليا بيلعب في 1000 جنيه، ممكن 1200 او حاجه بس ممكن تحت. طبعا ده السنه دلوقتي من جوه مش مشطبه، يعني ممكن تبقى نص تشطيب المبنى خارجي، المداخل، الاسانسير، الحاجات دي بيلعب في المتوسط ده وينزل ويطلع. احنا مش مشكلتنا ده، احنا مشكلتنا احنا عاملينها دي عشان ما بعد المبنى في بيع الشقق هتلاقي المكسب رهيب بالنسبه للتجار، يعني فوق ما انتم متخيلين. يعني انا عايز اقول لكم احنا اشتغلنا كده وقلنا عملنا كده كتجار، عملنا كده كمستثمرين، مش ما عملناش يعني. ومش هقول لك ان انا نزلت رأفة بالشباب، ما عملتش كده. لا انا عملت زي السوق ماشي، بس انا افتكرت لحظات احنا يعني عندي معلومه اعرف افيد بيها. انا النهارده بقول مش موجود، يعني شغلي مش هيتعطل بالموضوع ده. عشان كده احنا صرنا الموضوع ده، وزي ما قلت لكم احنا مش راجع علينا اي حاجه باي حاجه، احنا متكلفين الكلام ده كله مبدئيا من الف للياء، مفيش حد بيرعانا، مفيش اي حاجه. انا عايز اوصل المعلومه لكم انت تستفيد بيها. انتوا شرفتونا هنا، هنلف في المحافظات الثانيه عشان نشرح 1 2 3 عشان الناس تبقى فاهمه هي عامله ايه. انا زي ما قلت لكم المجال ده هو مشكلته ان هو مجال مبهم في 20 مرحله، كل مرحله اكل عيش بالنسبه للناس. عندك النقاش ده مرحله من 20 مرحله، ده اكل عيش لازم يكسب. المسوق العقاري اللي هو اصلا بيقدر سعر الارض ما دام ملته لازم يكسب. هتلاقي كل ده من 1% ل 2% من 1% ل 2% الضرر في 2%. انت مش عارف اصلا بقى التكلفه هل هي صح ولا غلط. احنا هنا بقى وصلنا ان احنا بنوضح لك الكلام ده. خلي بالك انت لو اشتريت الارض بالسعر ده المبنى هيكلفك كذا، الشقه هتقع عليك بكذا. اي حاجه اكتر من كده دي هو ده مكسب التاجر. انت لو عرفت لي دلوقتي اي حته في مصر قلت لي سعر الارض فيها 10000، هقول لك تكلفه المبنى تضربه في 1000 جنيه في المتر، هتعرف تكلفه المبنى وقعت على الارض بكام. ايا كان انا ليا بسعر النهارده مش 10000 كام من زمان يعني. هو ده اسباب كده. احنا بقى المكسب ده احنا وفرنا ليه. دي وصلت بينا بايدك. انا زي ما قلت لكم على الاقل في 70% وفر، 80% وفر، في اكتر من كده بعض المناطق بقى اللي هم بيعتمدوا على المستوى الاجتماعي المعين، مش بيعتمدوا بقى على التكلفه يعني. كومباوندات، الحاجات العاليه دي بقى بيعتمد على ان هو بيبيع مكان، بيبيع دار ما بيبيعش شقه، بيبيع النمول اللي جنبه مش بيبيع الشقه. انت ليك انا اوصلك تكلفه، انت بقى ارتضيت تروح للمكان ده روح لنا مجموعه وروح وفر
كل اللي دخل في المشاريع في مشروع بيتك بايدك ونفذه معانا خد شقه وباع شقه. يعني الشقه دي ما خدهاش. انا كنت منتظر بعد اذن الاستاذ محمود في جزئيه بس كان دايما هو بيكررها في كلامه، وزي ان احنا مش محتاجين يعني امور ماليه او تدخلات ماليه من اي حد حابب ينفذ الفكره، لان احنا جالنا رسائل كتير على البيج على ان المبادره دي مش مجانيه، انتوا ناس بتحاولوا تعملوا المبادره دي عشان بعدين هتطلعوا مشاريع بشكل او باخر او تحتاجوا تجمعوا داتا بشكل او باخر، وهو كان حريص ان هو ياكد ان المبادره كفكره هي فكرته هو، وحابب يشرحها للناس انه اي حد حابب حتى شاف الفيديو ونفذ المشروع لوحده احنا مالناش علاقه بيه، يعني عادي خلاص احنا عملنا الفكره واللغه. فانا حابب ان شاء الله بس نوصل الحوار بان احنا يعني نبقى جلسه تعارف كده بين الناس اللي موجوده معانا النهارده يشرفونا، وكمان ايه الاسئله اللي انتم حابين الاستاذ محمود يجاوب عليها، سواء كانت ايه اسئله ان شاء الله هتساعدنا في تطوير الفكره بشكل افضل او اجابات لاسئله عندكم يكون فيها استفسارات. لو في حد من الحضور لسه ما شافش المبادره ممكن نعرضها تاني، لو كلكم شفتوا المبادره الفيديو ممكن نعيدها تاني دلوقتي. فهناخد وقت كده. حضرتك ما شفتش المبادره؟ طيب استاذنكم نعرضها تاني، هي 6 دقايق وبعد كده نستمع لاسئلتكم ان شاء الله. ناس كتير بتقول ان احد المستحيلات 3: انك تشتري شقه جديده بسعر معقول، او انك تبيع شقتك بثمن اقل من اللي انت اشتريته بيه، او انك تلاقي مستثمر راضي يدخل في مشروع عقاري وعلى الاقل راضي بمكسب اقل من الضعف، وتكون احد اهدافه انه يشارك في حل المشكله السكانيه. احنا هنا عملنا مبادره بيتك بايدك علشان نقضي على ال3 مستحيلات دي. واحب اطمنكم اولا ان احنا بالفعل طبقناها بدل المره 10 وبنجاح ساحق بنسبه 100%. بس خلينا قبل ما نقول المشكله جت ازاي وحليناها ازاي، خلينا نعرف بدايه المشكله ونحكي حكايه سنين في دقيقتين. زمان مش بعيد قوي، يعني في الاربعينات والخمسينات كانت نسبه كبيره من اهل مصر ساكنه في بيوتها، والبيت هنا بمعنى كلمه بيت مش شقه، لدرجه ان المالك لما كان بيبلغه المستاجر الدايم انه هيمشي كان بيصوت. من اواخر الثمانينات وبدات فكره ان الشاب يتجوز في شقه، دي فكره صعبه جدا الا لو كان بابا او ماما اشتروا له الشقه او كان وارث. من التسعينات لحد دلوقتي تقريبا محدش بيتجوز. مش هدخل في اسباب اقتصاديه من ركود وتوجه، خلينا ندخل في الواقع على طول. هو انك لو معاك مبلغ زي 250,000 جنيه في محافظه فقيره زي محافظه اسيوط هتعملهم قراطيس، وللاسف برضه مش هتلاقي شقه. مجال الاستثمار العقاري انا شايفه مجال مغلق او مجال مبهم، لان السلعه اللي فيه اللي هي بتترجم في الاخر لشقه او محل بتمر على اكتر من مرحله تتعدى ال10 مراحل، بدايه من تقدير سعر الارض للحفار للمهندس لمصنعيات العمال من نقاش لنجار مسلح الى اخره، وكلها حاجات ملهاش اي معايير نقدر نبني عليها هل هي تكلفتها عاليه او متوسطه او منخفضه. يعني مثلا لو يوميه النقاش النهارده كانت 50 جنيه من بكره بقت ب 80 جنيه، سواء انت راضي او مش راضي ده مش هيغير من الواقع في شيء. ويكفيك واحد بس ان الدايره اللي فاتت دي ما يكونش امين هيغلي لك ثمن الشقه في الاخر من 5 ل 10% على الاقل. لو قسمنا الناس اللي بتشتري شقق لعده دوائر هيبقى اصغر دايره عندنا اللي هي دايره المشتري العادي، وده في الغالب شخص ما عندوش اي خبره لانه ما صدق جمع فلوسه اصلا، فبيضطر يثق في اي حد لان هي معامله او معاملتين في حياته فما بيحسبهاش. اما بقى لو تمم اكتر من 4 أو 5 معاملات فده دخل في الدايره اللي بعدها اللي هي دايره تجار العقارات. تاجر العقارات ده بقى هو الشخص اللي بيشتري الشقه او المحل بهدف اعاده بيعهم خلال 3 شهور، على الاقل مكسب من 10 ل 15% على الاقل. يعني مثلا لو اشترى شقه ب 200,000 مش هيرضى يبيعها باقل من 230,000، وده للتاجر المحترم بدون حد اقصى لعديم الضمير. يكفيك الشقه تتباع مره او مرتين خلال السنه واحده، على الاقل هيزيد ثمن الشقه في اخر السنه حوالي 60%. الدايره اللي بعدها هي اكبر دايره وهي دايره المستثمرين العقاريين، ودي تقريبا اهم دايره وهي اكبر سبب في اسعار العقارات حاليا. المستثمر العقاري ما بيرضاش بمكسب اقل من 200% على الاقل، لانه مش هيرضى يحط له 2 مليون او 3 مليون في بيت على بال ما يطلع له رخصه هدم، او على ارض على بال ما يطلع لها رخصه وتتبني يعني من سنه لسنتين علشان يكسب له في الاخر 30%. مستحيل، كان حطهم في البنك اريح له. علشان كده كان لازم نلاقي حل، والحل ده احنا بالفعل لقيناه وطبقناه بدل المره اكتر من مره بنجاح ساحق، لدرجه ان الناس اللي دخلته وعملته كانوا غرضهم في الاول والاخر ان هم يسكنوا، بس لما شافوا كم المكسب والتوفير بقوا دخلوا الدايره الثانيه اللي هي تاجر العقارات او المستثمرين العقاريين. الحل ده سميناه بيتك بايدك، والمسمى القانوني بتاعها اتحاد الملاك.
فكرتنا هي ان احنا نجمع من 8 اشخاص ل 20 شخص، على الاقل هيكونوا في مستوى اجتماعي متوسط قريب من بعض، يا اما يعرفوا كلهم بعض او نصهم يعرف التاني، ورضوا يعيشوا حياتهم في مبنى واحد مقفول عليهم باب واحد. 8 اشخاص دول هيثقوا في واحد بس منهم اللي هو اسمه مأمور اتحاد الملاك، وده اللي هيقوم بالعمليه برمتها سواء بشخصه او بمساعدتهم، وهنحدد مبلغ في امكانيات كل الاشخاص دي وبعدها هنبدا نتحرك. خلونا نروح لمثال واقعي افضل وبالارقام علشان نعرف نشرح فكرتنا كويس. هنروح لمحافظه زي محافظه اسيوط، اسعار العقارات فيها غاليه جدا وتصل لحد الخرافيه، وكتير من شبابها اتكتب عليهم يعيش ايجار ويا ريت الايجار نافع. هنروح لمنطقه تحت المتوسطه زي منطقه المعلمين، وعلى شارع بعرض 12 متر، يعني هيدي ارتفاع من ارضي ل5 ادوار، وفي امكانيه ترخيصه طبعا. سعر متر الارض فيها تقريبا هناك 6000 جنيه. متوسط مساحات القطع 240 متر. 240 متر في 6000 جنيه حوالي 1.440. تكلفة مبنى زي ده أرضي و5 أدوار حوالي 1.260.000. يعني إجمالي التكلفة للمشروع بالكامل 2.700.000. مش عايزين نتخض بالأرقام، الأرقام دي واقعية جدا في المنطقة دي. هنحتاج 8 أشخاص وهو الحد الأدنى في فكرة اتحاد الملاك زي ما احنا قلنا. يعني هنقسم 2.700.000 على ال8 هتطلع 337,500 جنيه. بحب أفكركم زي ما احنا قلنا فوق إن المبلغ ده ما يجيبش شقة 2 وصالة في أسيوط. هنرجع لحسبتنا. هندي كل شخص من ال8 أشخاص شقة من الدور الأول للدور الثامن. يعني الدور فيه شقتين، مساحة كل شقة 120 متر. هيتبقى معانا الدور الأخير اللي هو السادس، والدور الأرضي اللي هو التجاري أو المحلات. هيتبقى عندنا مساحة 200 متر محلات علشان في 40 متر هتطلع للمدخل. ال 200 متر دول هنعيد بيعهم بمتوسط سعر حوالي 6000 جنيه. 6000 في 200 بحوالي 1.200.000. دول هنقسمهم على ال8 هيطلع لكل شخص 150,000، هيرجعوا له من ال 337 اللي دفعهم. عندنا الدور الأخير تقريبا سعره 2000 جنيه المتر. 2000 في 240 يعني 480,000. 480,000 برضه هنرجع نقسمها على 8 أشخاص هيدينا حوالي 60,000 جنيه. 60,000 زائد 150,000 رجعوا لك يعني 210,000. يعني ثمن الشقة بقى وقع عليك ب 127,000 جنيه، في حين ان نفس الشقة في نفس الموقع في نفس الوقت اللي احنا بنتكلم فيه سعرها 2500 جنيه للمتر، وده اقل سعر موجود في السوق. يعني الشقة اللي 300,000 جنيه انت اشتريتها ب 127,000 جنيه. ده كمان الشقة اللي هتشتريها ب 300,000 دي لا انت عارف هتسكن مع مين ولا المباني اتبنت ازاي. وبكده الحل مش بس مناسب للسكن، ده كمان مربح وخلاك شخص فاهم وعارف بيعمل ايه، مش مجرد شقه والسلام. ودي كانت فكره بيتك بايدك. ولو حابين تستفسروا عن اي حاجه عن طريق الفيسبوك او اليوتيوب انا تحت امركم في اي وقت. ده كان شرح المبادره، وحابين بقى يعني استفساراتكم وفي ان شاء الله يكون عايز ان هو يجاوب عليها. اتفضل تعرف نفسك للناس. عبد العزيز السمياطي، مسوق شبكي. انا عندي ارض بس طبعا مشكله البنى بقى، فانا بفضل الفكره دي فكره ابداعيه وعايز اشوف بقى انفذها ازاي. الارض دي فين؟ 6 اكتوبر، تقاطع الواحات مع الفيوم، حدائق اكتوبر، تبع الاسكان، هيئه الاسكان والتعمير، قرعه 1 ألف 215 متر. 415 متر. ترخيصها كام؟ ترخيصها طلع كام؟ هي أرضي و4 أدوار. نسبة المباني كام بالنسبة للمالية؟ 5 الأرض 45% والمتكرر 55. 55 وبرزيل؟ المتكرر 55. 55 الأرضي والمتكرر 55. لا 55 الارض و 55 بقى، او 55 الارض و 60% من المتكرر. لا الارض مش هو لازم المتكرر يزيد على الارض عشان زي 45 الارضي و55 المتكرر. تمام. انا قلت حاجه ثانيه. معدل الارض بكام؟ نعم. معدل الارض بكام اللي ما هو انا جاي بقى هنا نتعلم من المدرسه دي بقى، هم اللي يشوفوا. هو هل حضرتك عايز تشارك في الموضوع ده؟ طيب هو ده بدايه الخير. احنا جينا خلينا ناخدها كيس كده اكشن كيس يعني نشتغل عليها نشوف كمثل بقى تقييم الارض. تقييم الارض طبعا انا مش هعرف اقيم الارض. انا عايزه دراسه، عايزه دراسه، عايز نعرف اخر ارض
بتاعك هناك بكام؟ طبعا مش هعرف انا ممكن حاليا افيدك في اي حته مثلا في بعض مناطق القاهره ومثلا في بالي كتير. لكن طبعا حاليا احنا نقدر ناخد الفلوس بتاعتنا من تكلفتها او سعرها من استاذ عبد العزيز. احنا نقدر ناخد هو يقول لي انا عرفت انا جاي فيها كذا، جاي فيها 10 جنيه متر مثلا، عرفت ان تكلفه الارض كده دلوقتي 100 جنيه. انا اعرف اسئله ده تكلفه المباني، اعرف افيدك تكلفه المبنى كام. الفكره هنا ان حضرتك هتقيم سعر ارضك كجزء من التكلفه كلها هيتقسم على الاسهم، يعني بمعنى ان انت مش هتكسب في ارضك. اي فرق بين هو في لا في انظمه مشاركات متعارف عليها في السوق. انا معايا ارض تكلفه المبنى 10 جنيه، دي 10 جنيه بالنسبه ل 50 ده استثمار، لان انت كده مش دخلتش في ده غير عشان خاطر تبيع. خلاص انا مش معايا امني فدخلت عشان خاطر ابيع شقق. اما لو حضرتك عايز تشارك فيها اللي احنا بنتكلم فيه في البيت الجديده، زي ما قلت لك انا هاخد منك انت السعر، اعرف احسب لك دلوقتي تكلفه المبنى، ودي زي ما قلت لك هتبقى حسبه متوسطه تنزل 10% تزيد 10%. عرفنا احنا محتاجين كام سهم، عرفنا احنا محتاجين كام شخص في الموضوع. احنا قلنا دي هتدي رخصه كام؟ الرخصه كام دور؟ الرخصه طلعت هي ارض كام دور؟ ارضي واربع ادوار. طيب والروف برضه فيه نسبه اللي هي 25%. طيب هي ارض اربع ادوار، احنا هنخلي حاجه بس اساسيه الاول في اي ارض. هنعرف بس عدد الادوار، ماشي. اي حسبه هتقيم عليها لازم نعرف عدد الادوار، يعني مش لازم بس تعرف مساحه الارض. مش كل الاراضي هتدي نفس الارتفاعات، يعني ده مهم خالص ان احنا نعرف ارتفاع الارض، ارتفاع المبنى هيطلع كام. دي مثلا احنا عرفنا الارض مثلا خلاص احنا خلصنا من الارض مثلا طلعت صعب العزيز مساحتها كام؟ 415. هتبني مثلا على 50% تقريبا او على 45 الارضي و55 حسب الشروط بتاعتها. طيب احنا تقريبا هتبني تقريبا على 186 متر، هنفترض ان هي 200 متر بس. 200 لا 200 ماشي. انا بقول لك ال 200 متر دي مساحه الارض، يعني المفروض تطلع شقتين، كل شقه 100 متر. احنا هنحسب ازاي ارتفاعات المدن الجديده غير ارتفاعات الاحياء اللي داخل المدينه، يعني الحيز العمراني داخل المدن اللي هو مثلا لو هندخل في رمسيس وسط البلد المعادي، الحاجات دي كلها ليها حسبه معينه اللي هي عرض الشارع مره ونص. يعني لو الشارع 10 متر هيدي ارض 4 ادوار، ارتفاع الطول ده 3 متر، يعني ده ارض و4 عشان 10 متر مره ونص، يعني 15 متر 15 على 3 تبقى ارض و4. 12 متر هيدي ارض 5، 14 متر هيدي ارض وهكذا. بناء عليها نقيم عدد الاشخاص، لان لو كل شخص ما طلعوش شقه هنقع برضه في مشكله، هيبقى احنا داخلين استثمار. هو مش غلط، يعني انا ما بقولش انه غلط، يعني هو في ناس ممكن تشارك في نفس الفكره وهي غرضها الاستثمار مش غرضها البيع، بس ايا كان انا كسرت شروط المستثمر. انا فكرتي لازم انا عايز اكسر شروط المستثمر. انت لما انت تكسب مفيش مشاكل، ما تكسب، بس انت حر بقى، حبيت تسكت انت ممكن تكون عايز تسكت دلوقتي وغيرت فكرتك مجرد ما فتحت شقه عايز تستثمر، مش هي مشكلتي. انا مشكلتي في الكوست اللي انت بتدفعه اصلا من الاول ضعفين. انا هي المشكله. لازم نوفر في الاخر. عرفنا مثلا ان الدور الاخير ارض 4، الدور الاخير ده عشان هو معيب مش زي الادوار اللي تحت، فاحنا بنطلعه للبيع. هو ده اللي بنطلع منه الايراد اللي راجع، مش عشان حاجه. الدور الاخير ده عشان كده الناس كلمتني فاكر الدور الاخير ده الروف، لا مش بتكلم على الروف، انا بتكلم على اخر دور شقق. ماشي. هتلاقي تقريبا عشان دور الارض هنا ما يعتبرش محلات. انت في المدن الجديده طبعا مش كل المباني تنفع فيها محلات. هنا طبعا انت دور الارض ده مش محلات بس هنعمل بالمخالفه دوبلكس، يعني الارضي مع الجراج هتنزل دوبلكس، يعني بتزود قيمه الدور الارضي. عشان برضه نتكلم الدور الاخير ممكن ما يكونش محجوز لو هو العقار، لو هو حتى 4 ادوار اتعمل فيه اسانسير صغير واتعمل عزل كويس فوق، ممكن ما يبقاش محجوز، ممكن حد مننا السكان ياخده.
ما احنا ما قلناش انه معين، احنا قلنا هو ليه قيمه، بس قيمته لازم تبقى اقل من اللي تحت. يعني احنا ما قلناش انه يعني احنا يعني مثلا انا في المثال ده احنا قلنا ايه؟ سعر متر الارض، سعر متر الشقه هناك كان 2.5. انا حطيت الاخير 2 عشان ابقى واقعي. مش اي حد هيقدر النص بتاعه. زي ما قلت لك انا دلوقتي احنا عايزين احنا كلنا واحد. اللي دخلوا دول كلهم دافعين نفس التكلفه. لو واحد شغال طلع في الدور الاخير ده مظلوم. لان هو في عيب مش زي ده طبعا. الدور الاخير معروف، انت معلش مهما عزلت ومهما كان برضه الدور هيفضل اخير وهيفضل الشمس محترمه فيه ايا كان. فمهما عملت يعني عشان بس برضه يعني لازم نفهم الناس برضه قصه العزل يعني بتخفف ممكن تخفف بس مش هو ممكن اقول حاجه بس بالنسبه للدور الاخير. انت لما تيجي تركب تكييف في اي حته او مع اي شركه انا سالت عندهم واتعاملت معاهم الباور او الهورس باور بتاع التكييف في الدور الاخير هو هيتكلف اي حاجه هيعملها في حياته بعد كده. زائد لو يعني لو هو مش معزول اصلا كويس بقى هتبقى فيه مشكله المطر والميه اللي فوق بالظبط. فاعتقد ان هو يعني هو مش معناه معيب ان هو فيه مشكله يعني، بس هو لا هو هيتكلف تكاليف ثانيه. هيراكب تكييف اعلى بدل 1.5 هيراكب 2.5. ما اقول واقعي عشان كده احنا قلنا ايه؟ انا عايز ابقى واقعي، انا شلت ان اي حاجه تعمل فرق، في الشغل ده انا طلعتها بره عشان دي نعرف نبقى عشان يبقى كله متساوي بعدين. يعني احنا دلوقتي في حسبه حضرتك قلنا ارض واربعه ارض واربعه احنا كده عندنا هنكمل بس الاخر احنا عندنا 6 شقق تحت. 6 شقق انا عامل في الدور 2 ماشي. ما هو 6 شقق والارض صح كده. والارض عايزين نعمله دوبلكس عشان يزود قيمته. هتعمله دوبلكس مع البدروم ولا هتعمله مع البدروم؟ مع البدروم. ماشي. احنا ايا كان نسبه عدد الوحدات، احنا ايا كان احنا الحسبه سهله يعني الحسبه ثابته مع اختلافات المبنى. يعني انا مش موضوعي دلوقتي حال حضرتك بالظبط. يعني في باب حضرتك مثلا في المخالفه قد يجي واحد يقول لك انا مش عايز اي حاجه فيها مخالفه في المبنى مثلا يعني. فاحنا خلينا نحسب على الحسبه المظبوطه وهتبقى كسبانه. يعني مهما كان انا هوريك هتبقى كسبانه ايا كان الوضع. خلينا نمشي في المظبوط دلوقتي ان هو ارضي هيحسبوا شكلين واكيد مساحته هتبقى اقل من تحت عشان في مدخل وفي احنا هنقول مثلا ان الدور الارض ده بنحسبها على فكره بالمتر مش بنحسبها يعني احنا تكلفتنا بنحسب بالمتر. يعني احنا مثلا دلوقتي عشان اقول لك انا مش هقول لك تكلفه الشقه كام، لا انا اقول لك تكلفه الدور كام. لان هو الدور ده مش مجرد الشقه اللي جوه، ده السلم المناور الصرف الكهرباء كل الحاجات دي بتتحمل على الدور. فانا بقول لك سعر تكلفه المتر. انا عندي 200 متر 200 مثلا المفروض دلوقتي الكوست حاليا متوسطه 1000 جنيه. ده نص تشطيب حضرتك السعر. ده هي تقريبا ده نص تشطيب طبعا. ما بص هو هي نص تشطيب الواجهه اللي بره طبعا تخيل مرافق اساس السباكه لكل وحده واساس الكهرباء لكل وحده والمداخل مدخل والسلم الخاص لحد نهايه صوت الدور الاخير يعني السلم الداخلي. وممكن كمان ده شقه يعني. وزي ما قلت لكم الكورس ده يعني طالع ناس واحده يقول المدخل هيعملوا كورسين او رخام او نوع الرخام ده نفسه فيه درجات يعني في متر واصل ل 3000 جنيه. فاحنا بنحط التكلفه المتوسطه اللي هو التصميم نظيف. على فكره مش يعني 1000 جنيه دي مش حاجه وحشه، 1000 جنيه دي حاجه محترمه. مدخل رخام في امكانيات كمان ممكن تكون محطوطه فيه اسانسير عادي يعني مش مشاكل يعني. فخلينا نحسب مثلا احنا عرفنا تكلفه الدور تقريبا 200000 في احنا قلنا كام دور؟ ارض واربعه بالارض ارضي واربعه ارضي واربعه. طيب احنا بنحسب البدروم برضه بنحسب البدروم عشان نبين ماشي. بس احنا يفضل برضه هو في التصريح ده الارض جراج يعني. طيب احنا برضه البدروم هو اللي جراج. ماشي. ما واحده يعني عشان كده جيب ست البدروم برضه يفضل في المشاريع اللي احنا داخلين فيها دي ما نعملش بدروم. سبب بسيط هو كوست ومش هنعرف نوزعه. يعني حتى لو هتبيعه ممكن تبيعه بحاجه يعني فيما بعد تقريبا بتكلفته. يعني انت مثلا كلفته 2000 ملم ولا 1500 ملم عشان كده اساسات هتلاقي نفسك بيعه ب 1000 مثلا 2000 ملم ده بدون ايا كان ايه. فانت بعته دخلت واحد جوه المكان ممكن يغيروا لك مسافه عربيات ممكن يغيروا لك ايا كان. هنخش في قصه مالهاش اي لازمه. هو ممكن اللي بيبني لنفسه ده ما فيش مشاكل يعمل نفسه جراج او برج كبير فطبعا ده ما فيش مشاكل ده اجباري يعملوا جراج. يعني الابراج دلوقتي اللي هي جوه المدن ده اجباري فوق ال 150 متر ده واجهه معينه يعمل لها اشتراطات لازم يعمل جراج. بس خلينا في حسبتك انت ملوش لازمه يعني هو جزء فاضي وملوش لازمه. احنا ممكن نحسب الشقق بس وشيل تكلفه الدور هي. فاحنا قلنا هيبقى 200 تقريبا 200 في 1000 ب 200000 في 5
الارض يعني؟ مش ارض 4 بالظبط. ارض 4 يبقى نص 5 ونص 10 وهنحسب الدور. ما انا قلت سؤال، احنا بنحسب دايما الاساسات. عارف طبعا بنحسب الاساسات والروف والسور دور، هنضربه في 6 عشان لسه في سور ولسه في حاجات كده. فهنحسب الاساسات بالسور بال 25% بتاعت الروف دي هنحسبها دور، يبقى 6. يبقى عندنا منهم 200. سعر تكلفه الارض عندك كام يا استاذ؟ ايه؟ سعر تكلفه الارض. سعر الارض كام؟ يعني في سمسرة قالت 2000 وسمسرة قالت 2200، فانا مش عارف، وقال لك هتغلى. يعني نضرب في المتوسط. قول لي المتوسط 2000 او 2100 مش عارف. طبعا احنا بنضرب هو في تركايه هنا هفهمها لكم بس دلوقتي عشان المدن جديده. ماشي؟ انت هنا بتبقى بس هتضطر غصب عنك تحمل سعر. يعني مثلا 200 متر دي هتضطر تنشأ 200 متر. هتضطر تعمل كده لان الارض دي انت دافع ثمنها. الارض اللي هي السور والجنينه. طبعا هي بتبقى تقسيمه محترمه ورائعه في المدن في جوه المدينه، جوه الحيز العمراني بتاع المدن العاديه. عشان انت تبني على البلد كله مفيش اي مساحه هادره في الجناين في السور، فانت هنا بتضطر للاسف هنقول ال 200 متر دي تكلفه المبنى، بس احنا في سعر الارض هنقول 400 متر. واحنا برضه بنبيع عايزين نحسب لو انت حبيت تشتري شقه برضه نحسب على 400 متر، مش هنحسب على خلاص كده وصلتكم. ال 400 متر دي هي 400 مش كده؟ هي 415 متر. طيب هنقول 400 متر، احنا عايزين بس نحسب في الحسبه كده. 2000 ب 800000 كده تكلفه المشروع كله 1,200,000. احنا عايزين نحسب بس كله. ماشي 1,200,000 و1,200,000 سعر ماشي هتبقى 2 مليون. تعال نشوف سعر الشقق هناك. حضرتك برضه اللي هتقول لي متوسط سعر الشقق هناك كام متر؟ يبقى حضرتك هتشتري شقه. ما هي 6 اكتوبر دي كبيره وبحر يعني. لا انا عايز نفس المكان. عايز مكان كده. في المكان فيه حاجه اسمها جاردنس وحاجه اسمها بريزيدنت وشويه كوره. انت قاعد شارع شقه في المكان. انا عايز اي متوسط سعر. مش عارف بصراحه لان انا مش ساكن هناك، انا ساكن في المعاد. كده المثال هيبقى ناقص حاجه مهمه جدا انا مش هعرف ابني عليها، لان انا لازم على الاقل تقول لي اقرب مكان بيتباع فيه ايه. هي جنبي، هي منطقه مميزه، فجنبي المنتجعات دي ولا اسمها كومباوندات كذا كومباوند، فحاجه. اتفضل. في حدائق الاهرام هناك المتر المتوسط سعر هناك 1000 ونص. حدائق الاهرام الاساسي هو يعني من بدايه الطريق كام؟ عديها كام؟ 1000 ونص متوسط سعر هناك. كام؟ 1000 ونص. هي ما تعتبر بيسموها تقاطع لوحات مع الفيوم او حدائق. عديها حدائق الاهرام ب 1000 ونص سعر هناك. يعني حضرتك شايف متوسط. لا اصل حدائق الاهرام اقل من اللي هو بيقول عليها. يعني هو في منطقه كومباوندات الكومباوندات سعر مختلف. هو ازيد المفروض ازيد شويه لو في كومباوند جنبه. 2000 يعني متوسط 2000 يعني نضربها في 400 متر مش هنضربها، لان زي ما قلت هنضطر نحمل مساحه الارض على احنا ممكن بشكل واقعي احنا نقسم التكلفه دي على صافي المباني اللي عندنا، هنطلع سعر تكلفه المتر الواحد. ما احنا خلاص التكلفه عندنا من المباني الارض هيبقى كذا في الشقه هتبقى تكلفتها كذا، وهو بعد كده قارنها باسعار البيت. لما احنا طلعنا التكلفه احنا قلنا اهو 1,200,000 التكلفه الإجمالية دول ده 1,200,000 احنا قلنا دول ب 200,000 يعني تكلفه الشقه 100,000 وهتحمل عليها الارض. هتحمل عليها تكلفه الارض. انا بقول لك مع الارض اللي هتقسمها على عدد الوحدات ماشي، بس انا بقول لك انا دلوقتي اللي ناقصني الايراد. انا عايز اعرف لو حبيت اروح اشتري عشان اعرف الفرق، عشان اعرف اوريك ان انت ممكن تكلفه الشقه وقع عليك باقل من 50% بكتير يعني بكتير. انا متاكد من غير ما اعرف يعني من غير حسابات 2.5 دي ما كانش المستثمر داخل وهيبيعوه 5 مش هيدخل ماشي. فانا هحسب على 2000 جنيه بس 2000 جنيه متر الشقه، بس انا بقول لك احنا هنا داخلين في مشكله ال 200 متر زياده ماشي. 200 400 متر اللي هي مساحه الدور 2000 ده 2000 جنيه في مساحه الدور هتدي تقريبا 800,000. 400 دي
مش واخدين بالكم احنا بنقول ايه؟ في المدن الجديده للاسف هتقع في التركايه بتاع انت لما تروح تشتري في المدن الجديده بيحمل لك الارض. وهي دي الكيس بتاعتنا احنا كلنا هنا في منطقه جديده. هنا اهو انت لازم تحمل انت نفسك لو حبيت تروح تشتري شقه هنا مش هتلاقي نسبه المنافع بتاعتها زي قلنا هنا ابدا. هتلاقي بيحمل لك الارض هتروح فين؟ هو دافع ثمنها. انا لما جيت اشتريت منك انت بتحمل من 400 متر ما قلتليش انت هتشتري صافي 200 متر فهو طبيعي لما يجي يرجع يبيع لك لازم يحملك كانه بيبيع لك 400 متر لان الجراج ده تبعك الجنيه ده تبعك السوق ده تبعك حاجات تبعك كلها. فاحنا عشان كده بقول لك هنضطر نضرب كده بغض النظر عن المساحه السطحيه تاني. خلاص انت هنا هتلاقي الصافي مثلا في دي عشان 100 متر مثلا وهتلاقي عشان مفيش مقاول كتير لان انت بص على جنينه فالبرامج كلها مضافه لك هتلاقي الشقه ممكن تصفي 100 هتلاقي نفس الخطر عشان الجنينه دي بتاعتك مش بتاعت حد. خلاص ولكن هم ممكن يعني بعض الشركات المحترمه ما بتحملك الارض حاجه الارض دي بتحملك حاجه والشقه حاجه ثانيه يعني هو بيحملك المنافع بسعر يعني مثلا الشقه دي هيقول لك 120 لتر المنافع وسعر الارض كذا اللي هو الجزء الخارجي عشان طبعا هو انا هنا بحملك منافع فبحملك منافع بمبنى لكن الارض مش معقول احملها كده بس طبعا انا بقول لك معظم الشركات بتبيع البيع اللي بقول لك عليه اللي هو حضرتك الشقه 100 متر بس انت عشان الجنينه مكتوبه لك 200 متر انا مش مشكلتي دي ده البيع ده السوق بيقول كده يعني. فاحنا قلنا الدور 800000 ال 800 دي ارجع بقى اضربها خد بالك احنا قلنا 800000 في الدور يعني الشقه 400000 الشقه الواحده في نفس المنطقه بالتالي دي لو حبيت تشتريها انت من واحد بسعر النهارده 400000 في حين انا بقول لك ان تكلفه الشقه كده يعني لو جينا حسبنا ال 100 متر تكلفتها 200000 هتضيف عليها هي كام شقه؟ هي 10 شقق صح كده قلنا 10 شقق 10 شقق هتحسبهم على الارض اللي هي بكام؟ الارض 800000 يعني كل شقه 800 جنيه تقريبا. طب 1000 جنيه 1000 جنيه 2000% ب 200000 هو يعني الشقه ب 200000 جنيه ده السعر اللي احنا هندفعه احنا حسين دلوقتي سعر تكلفه واحنا 200000 انت لو حبيت تشتري رمايه بالظبط هعمل لك مكسب 100% بالظبط لان في تجار بيتصلوا كتير عايزين ياخدوا الارض بمليون. طبعا هو عشان كده بقول لك ايه هو بيعتمد على ان انت مش معقول انت واحد جاي تشتري شقه ده في شركات بيقول لك انت مالكش دعوه تشتري شقه تستلمها في وقتك ما تجيش توصل على المبنى كل شويه مثلا يعني انت لو عايز تطمن على الشقه انت تشتري شقه ولا تشتري عماره فاهمني؟ فاحنا عشان كده بنقول انت هنا التكلفه زادت 100% ال 200000 دي انت اشتريتها ب 400000 ناهيك بقى عن المشاكل الاكبر انت مش عارف المبنى بيتبني ازاي انت اصلا ما شفتوش يعني المبنى انت مالكش انك تراجع تكلفه يعني طريقه الانشاء هل بيشرف عليه مهندس ولا ما بيشرفش بغض النظر برضه عن حته ان الجهاز هو اللي بيستلم او ما بيستلمش وعنده مهندس بيستلم ولا ما بيستلمش انتوا عارفين الموضوع ده يعني سلس جدا يعني ممكن المهندس يمضي على ان هو استلم وهو ما استلمش مش دي قصتنا يعني جوده المبنى انت ما تقدرش تضمنها. انا عارف حضرتك مش كله انا عارف ان في مش كله طبعا احنا مش بنعمل انا بقول لك ناهيك ان ممكن تحصل حاجه زي كده انا مش بتكلم في كده وفي شركات ممكن تقول لك اتفضل في اي وقت هات المهندس يبص الشركات اصلا يعني الشركات الكبيره انت لو رحت دخلت فيها كومباوند ولا حاجه وتدخل هتلاقي نفسك تقول لك كومباوند مفتوح بالنسبه لك تدخل تبص براحتك بس هو عشان عارف انه بالنسبه لي مبالغ طبيعيه طبعا. هو انا بعد اذنك يعني ايه وبعد اذنك انا شايف ان الفكره في حد ذاتها هي الفكره عليهاش خلاف ان انت هتوفر مش اقل من 50% كويس من الموضوع ودي معناش خلاف خالص يمكن كلنا مش هنختلف عليه. انا شايف ان الموضوع كله متمثل فيه انه الناس ازاي تتفق مع بعضيها والراجل الكوردينيتور اللي هيبقى موجود اللي هو انت بنسميه مأمور اتحاد الملاك هيختاروه ازاي وبعدين كيفيه انك تختار المكان ازاي وفين والاراده الاساسيه دي القصه كلها لكن الفكره في حد ذاتها ما اعتقدش ان يكون عليها كلام. لا احنا بص احنا هنبدا خطوات بقى من الالف نرجع ورا انت الاول لازم الاول اهم حاجه اهم معيار هتعرف تبني عليه لو حبيت تدخل الموضوع انت امكانياتك ايه؟ يعني انا امكانياتي هي اللي بتديني شيء يعني مش هينفع اقول انا لازم في التجمع وبعد كده لا اقول عايز اشوف امكانياتي لا هي مش كده هي امكانياتي انا فين؟ امكانياتي انا 100000 ما تقوليش عايز تجمع انت شوف 100000 توديك فين؟ 100000 هي اللي هتوديك انت ايا كان اسمه استثمار عقاري انت داخل في شقه ايا كان ما انت اصلا هتفضل طول عمرك متعلق بمكان وانت مش معاك امكانيات عمرك ما تشتري ودي شركه
سعره بيزيد باضعاف بين 1000 في المتر، والجنيه قيمته بتنزل، فالفرق بيزيد. يعني انت كل يوم الفجوه بتزيد مش بتقل. مهما كنت بتحوش عمرك ما هتلاقي زياده في اسعار العقار مهما كنت بتحوش. خلاص؟ فاحنا هنشوف امكانيات كل واحد، احنا حددنا امكانيات فقط. انا عايز بس اعلق على حاجه. هو ميزه الورشه اللي معموله ديت ان هي بتقرب الناس من بعض. تمام. ولو حد هيقدر يطور فكرتك ديت يعني هنحاول ان احنا نساعد بعض فيها. على سبيل المثال انا مهندس رامي دياب، انا مهندس انشاء شغال هنا في مدينه القاهره الجديده في الجهاز. جاي في الاساس علشان الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت، ان لو حد في القاهره الجديده هو لك في اي مكتب هنا كده في القاهره من المدينه اللي شغال في الجهاز، حد بدون مكتب ولا حاجه يبقى في شغال في الجبر. طيب هو المفروض انا طبعا يعني المكاتب ديت المفروض ان هي طبعا ما يبقاش اوير بالكلام اللي بقوله دوت، بس عشان خلاص احنا بدأنا الكلام فهكمل. لو في مجموعه عايزه تتعرف بيا ونقدر ان احنا نعمل مع بعض حاجه، انا على استعداد ان انا اليد الموضوع. طبعا هيبقى ليا نسبه اداره، ده تكمله كلام بس بالنسبه بقى للمكاتب لو في حد هنا اي مكتب يا ريت الكلام دوت يبقى يعني للامانه، بس هنا في الورشه ما يطلعش حاجه. الفكره انا ما قلتهاش، الفكره هي موجوده، انا اظهرتها وصنفتها. يعني عملت لك مجهود بتاع 7 سنين في 6 دقائق. يعني دي عصاره، يعني عصاره مش اكتر من كده. يعني انا ما انشاتش فكره، انا قررت فكره واوضحها لك. خلاص؟ يعني عشان بس عشان برضه يبقى الموضوع واضح. احنا عايزين هنبدا منين؟ قلنا هنبدا اول خطوه. انا امكانياتي كام؟ عرفنا نجمع، طلعنا من الورشه دي مثلا النهارده الورشه دي عدد افرادها 50، الورشه الجايه ان شاء الله 300، وكل واحد من جوه الورشه المفروض يعمل ورشه. يعني انا جيت صنفت لك الموضوع، معلش وعندك الفيديو ده غير لاي حد، حضرتك ممكن تتحرك القرايب الاهل كون واثق. انا هقول لك على طريقه انا نفسي فعلا لو اديت الموضوع حقه هيجي لك حقه. يعني انا ما بعرضش الموضوع كده. يعني شوف حضرتك انتوا مهتمين ازاي، عشان انا قلت لكم انا جاي اشرح لكم وقاعدين قاعده بنتفرج على الفيديو، فانت مركز في كل حته فيه. انت نفسك لو خدت الفيديو ده نزلته عزمت اصحابك وقرايبك يا جماعه انا عايزينكم عشان الموضوع فعلا الموضوع حيوي. ده موضوع بيوت بتتبنى عليه وبيوت بتقع. يعني فاهمني؟ فانت لما تعزم مجموعه جايه تركز، يعني ما تعرضش الفكره كده وانت قاعده في الشغل في المكان وبنتكلم مع بعض، الفكره اتحرقت. اولا بعد ما تتحرق خفت في دماغ الناس مش هتعمل. لا دي حقها. معلش انت قبل ما تدخل في مشروع ب 100,000 جنيه راس ماله، انت بتفضل تحسب ورايح جاي ومرتبات ورايح جاي، بتقلب الدنيا شهر واثنين وثلاثه، وفي الاخر بتعمل مشروع قبل الخساره. يعني في نسبه ريسك. انت ادي الموضوع حقه، الفيديو موجود، كل واحد يعمل ورشه داخليه جوه اهل بيته جوه اصحابه، يجمعهم عنده في البيت بيعرض على الفيديو. انا اقول لك الناس عملت كده، ده بالعكس، ده طلعوا ما عندهمش عدد، يعني خلصوا العدد وفي مجموعه مش عارف تدخل هنا لان المبنى كبر فجوا لي عشان يجمعوا مجموعه ثانيه. دي الموضوع حقه زي ما قلت لك هيرجع لك. اعزمهم قاعده كويسه انت عندك في بيتك، شغل لهم الفيديو. احنا يا جماعه عايزين نعمل، عندكم امكانيات، عندكم ما عندكوش هتلاقي 2 يكملوا واحد، يعني 2 ممكن يدخلوا في واحد. يعني مش لازم انا عشان خلاص احنا خلاص كل واحد 100,000، خلاص كل واحد 100,000 وعرفنا، وفي مجموعتين ما عندهمش غير 50 يدخلوا في واحد. يعني يدخلوا في واحد بس احسن من ما فيش. احسن يعني خلاص ما حطوش ياخدوا هم الاثنين شقه بس اسمه معاه عقار، افضل بكتير من فلوسه اللي في البنك او فلوسه في اي حته. معلش ما حدش سبب نفسه من 2011 لغايه دلوقتي الا اللي شغال في العقارات. يعني تقريبا كله اتصل بتوع ده قسم، يعني فما فيش حد مسك نفسه واشتغل كمان وكسب اكتر الا اللي كان فلوسه في العقارات ايا كان. قلنا هنحدد اول خطوه هي الامكانيات الماديه. انا معايا كام؟ ومعايا كام دي؟ انا معايا كام عشان هنحسب بيها تكلفه الارض زي ما قلنا والمبنى. يعني مش معايا كام دي هنحسب ونقول الشقه هنا بكام او سعر الارض بكام. يعني ما تجيش تحسب وتحسب نص، تحسب خلاص احنا اشترينا الارض ومش معانا كده. هتكره الفكره وتقول يا ريت نعملها. اي نعم انت اشتريت عقار. يعني في ناس ما فيهاش مشاكل. ممكن لو العامل اللي اشترى الارض اقل من عدد الشغل. هيدخل حد بقى ويبني. احنا بنقول احنا بنقول خطوات. احنا اولا يا جماعه احنا بنقول معطيات، المعطيات دي لو ما جاتش صح المعطيات مش هتديك اكل 200.
يفضل انا بديك احسن اشتراطات، احسن معطيات تتوفرها اللي هي بنسبه 2% تحقق لك الفكره. ان اولا الثمان اشخاص دول او على فكره 8 اشخاص دول ممكن يبقوا 100 على حسب المشروع. يعني انت لو لقيت حته ارض 1000 متر في حته بتطلع برج ارض 13 الموضوع لسه تناسب. يعني ما تاخدش الرقم ده من 8 ل 2020 عشان تصغرها لك، مش تبقى في امكانيه اخواتك وقرايبك ومعارفك. انت في الشارع تعرف تطلع على فكره. يعني كل واثق انت لما بتعرض انت مش عارف مين فلان معاه ايه يعني. مش كل واحد بيبقى ماشي يقول انا معايا 100000 ما حصلش. انت بس انت لما تعرض الفكره هو يقول لك انا معاك. انا بقول لك انا ده مجرد بس انت اديت الحق اديت الفكره حقها يعني. بنحدد الامكانيات. عرفنا ان الاول عرفنا نجمع 50 شخص 10 اشخاص. خلينا في 10 اشخاص 10 في 100. عرفنا ان احنا كده معانا مليون جنيه. المليون جنيه احنا لازم ندور على ارض ب 500000. خلاص يعني احنا هنشيل هنا يعني عشان يبقى على الاقل نص الارض ونص المبنى. هنشوف تودينا فين؟ هل في امكانيه اصلا ولا مفيش؟ يعني احنا عرفنا نروح لقينا ارض ب 500000 ايا كانت تبقى فين. احنا بنتكلم 500 عشان تطلع لنا لل 10 اشخاص دول. احنا عايزين مبنى يدينا ارضي ب5 ادوار، ارضي ب5 ادوار عشان زي ما احنا قلنا نطلع او ارض ب6 ادوار كمان عشان بس الدكتور الاخير ده زي ما قلت احنا ما بنخش مع حد. يبقى عندنا 5 ادوار تحت كل دول في شكلين. يبقى عايزين على الاقل ارض 200 متر. 200 دي 500000 دي سعر الارض. يبقى بنتكلم مثلا في تكلفه الارض 500 جنيه مثلا 2000 ونص. 2000 ونص خلاص. هنشوف فين الارض اللي 2000 ونص. المدن الجديده طبعا هتلاقي بعض المدن الجديده متطرفه الحاجات الجديده. انا زي ما قلت لك انت تتحرك لمدينه البلد وتتحرك وانت تكون واثق ان انت اللي خدته بيه النهارده ده هتعرف تنقل بيه الناحيه الثانيه بكره بعد لما تحب تبيع. لما تحب تبيع انت لوحدك ده مش مشكله على فكره عندي. كون واثق انتوا حتى لو اشتغلتوا كل مجموعه اشتغل كمستثمرين انت برضه كسرت شوط المستثمر العقاري او كسرت شوط ان هو يهدى ان هو يحاول يجيب تاني. ما هو انت لو لقيت ده بياخد واحده وده بياخد واحده وده بياخد واحده ايه المشكله؟ ايه المشكله لما يبقى في 100000 مستثمر في المكان لما يبقى عدد مستثمرين كتير في المكان بيضربوا بعض الخدمات. شركات المحمول في الواقع بتحاكم فينا مجرد ما نزل شركه والثانيه الخدمات بين المستفيد ده عمال ينزل ده بينزل وده بينزل معناها ايه تكلفه البيئه كانت 50 هي على دلوقتي. بس وجود منافس هو ده اللي خلى الاسعار تهدى شويه. او على الاقل هو اللي بيشتريك. انت معلش دلوقتي انت رايح تشتري في اي مشروع عقاري معلش انت اللي بتشتريه. انت اللي بتشتري ودنه بيبقى قاعد حاطط على رجله وهو بيبيع لك بقى وعارف بقى هو يعني انت عارفه هيدي لك مش عارف ممكن ما يديلكش يعني. فزي ما تحطش في موضوع دماغك حتى لو ما كانش سهل طبقوها زي ما قلت تكسر الشغل الناس المستثمرين والمتغيرين. الموضوع مكاسب مستحيله يعني حاجه يعني مش تجاره عاديه. مش تجاره عاديه لمجرد انك مش عارف. مجرد انك مش عارف. انا عرفت ليه؟ عشان انا يمكن اشتغلت في التسويق العقاري ودخلت في الاستثمار. التسويق ده تقريبا بتلم كل حاجه. بتعرف سعر الارض هنا ايه وبتقابل النقاشين وبتقابل ده وبتقابل ده وبتقابل ده. معلش مع احترامي للمهندس فهو خاص بهندسته. انا ممكن اعرف تكلفه المهندس بس ما اعرفش شغله. انا بربط ليه الموضوع عشان انا عارف تكلفه كل الحاجات. انا عارف مثلا المهندس لو حب يشتغل هيصرف عليه كذا وعارف كذا. لكن المهندس العكس هو مرحله من ضمن مراحل العقار. مهمه لكن مش هي اللي قائم عليها العقار. عشان كده بقول لك انا بديك المعلومات كلها كيس واحده كلها عندك في حته واحده. يعني انت عرفت تشوف حسبه المبنى تحسبها ازاي. الشقه هنا هتتحسب هتقع عليها كام. المستثمر بيكسب فيها كام. هقول لك الاول بس حسبه عشان قبل ما انساها. المستثمر بيكسب ازاي. المشروع حسبان معاه مش حسبان اصلا. عشان كده مثلا بتستغرب بعدين في ازاي واحد داخل في ارض ب 100000 جنيه في وسط البلد سعر المتر فيها 100000 جنيه ده بيكسب منين؟ ده يعني اذا كان اشتراها 100000 هيكسب منين؟ بص هو حسبتها سهله جدا. هي سعر الارض بكام وهو تكلفته بكام. بيشوف سعر دايما احسن معيار المحلات بتتباع بكام. التجاري دول التجاري. عشان كده دايما تلاقي المستثمرين العقاريين ما بيروحوش ناحيه الاماكن السكنيه البحته يعني اللي هي المدن الجديده. لا ممكن يروح يعمل نمو. ممكن يعني يدخل جوه البلد ما يدخلش الشارع كبير 10 متر ما بيستثمرش فيه. لا هو يشتري بالثمن اللي تطلبه بس على شارع عمومي فيه محلات. يعني دايما المحلات بتتباع بثمن الارض. يعني محل ارض اشتراها ب 100000 جنيه يكون واثق ان المحل هيبقى ب 100000 جنيه. هو خلاص كده ايه؟
جاب ثمن الارض فوق السكن الكام؟ وقع عليه 30 متر. عنده جزء إداري. وعنده كمان الجزء الاداري. ما انا بقول لك يعني بس اكبر جزء اصل هو ممكن يعمل ثلاث برضه تجاري يعملوه يعني فاهمني؟ فبيحسب تكلفه التجاري ده بيبيعه قبل ما ممكن على فكره في ناس بتدفع 30% من تكلفه الارض لصاحب الارض ويبدا يبيع مواد يبدا يبيع محلات من دلوقتي فبيبيع بفلوسك بيبيع بفلوسك. انا طبعا انا مش بقول عليه نصاب لا بس انا بقول لك هو ده واقع متردد ليه عشان تقريبا 90% انت مش عارف تحسب ازاي. لكن انا ما قلتش هو مثلا نصاب انا بقول لك انا دلوقتي انا واحد عايز معايا عقار. انا عايز معايا عقار. هو زمان ما كانش فيه مشكله العقارات خالص زي ما قلنا فعلا كان المستاجر دايما على احنا كان عندنا عماره زمان والدي لا فعلا المستاجر دايما ما تطلعش لانه كان بالنسبه له استثمار ما كانش حد بيعاني اصلا مشكله العقارات. حاليا بنعاني من ايه؟ من المستثمرين هم الارض بتضرب في 2 و3 و4 لانه مش مستثمر تقريبا لانه زي ما قلت لك هو مش مستثمر زي ما قلت لك هو فعلا بيجيب راس مال كبير. انت حضرتك بتجيب 100,000 ولا داخل في مشروع هيبقى 10 مليون معلش 10 مليون دول ما بيعملوش 15 خلال سنه ونص هو فعلا يبقى خسران. ما هي عشان هو شخص هو بيحسبها لازم انا في خلال ضغط راس المال دي خلال سنه ترجع لي كده بس مين اللي يتحمل في الاخر؟ العميل. احنا انا اللي الشقه. عندي سؤال صغير بس بعيدا عن المستثمرين الكبار انا بمثل جزء كبير من الشباب لسه مخلص شقتي الخاصه مخلص اقساطها وبتاع وابتدي افكر في مشروع اخش فيه ال5 سنين الجايين مثلا. هل المبالغ اللي احنا بنتكلم فيها لازم تكون كاش ماني ولا في فرصه ان احنا مثلا في مده سنتين مثلا العماره بتتبني فيها او ايه المده اللي بتتبني فيها المبالغ بتتقسم عليها نقدر نحققها؟ ده سؤال جميل. انا عايز اتفاعل يعني عنده حاجه يعني عشان اعرف بيكم يعني شوف الموضوع كله اتفاقي. يعني احنا لو اشترينا الارض هتوفر مبالغ ماليه قدام واحنا مقتضين الوضع مفيش مشاكل حتى على 3 سنين مش لازم حتى سنه ولا سنتين. يعني انا اقصد ايه بس برضه خليك